السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل معاكم محتوى الويب دبلومة. لسه في لغة ال HTML5، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الفورم، انتهينا من الفورم. طبعا لو لسه ما اتفرجتش على الفيديوز الخاصة بالفورم، عملنا 3 أجزاء من الفورم. روح بسرعة اتفرج عليهم علشان نقدر نكمل مع بعض باقي المحتوى اللي باقي من الكورس. النهاردة محتوى سهل جدا، بسيط، عايزين نتعلم فيه ازاي ان احنا نقدر نعرض فيديو في الويب سايت بتاعنا. عايز تعرض فيديو، يعني مثلا بنعمل موقع اي كوميرس، مواقع اللي هي البيع الالكتروني او التسويق الالكتروني، وعايز تعرض فيديو المنتج مثلا. بتعمل موقع مثلا تسويق عقاري، وعايز تعرض فيديو بيوضح شكل العقار اللي بتأجره او بتبيعه. بتعمل موقع تعليمي، وعايز تحط فيه فيديوهات شرح مثلا. عموما ازاي اقدر اعرض فيديو، هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده في محتوى السيشن. اول حاجه لازم نكون عارفينها علشان تعرض فيديو النهارده. الداتا اللي عايزين نعرضها هي الفيديو. عشان اعرض الفيديو بستخدم تاج اسمه فيديو. طبعا التاج ده ليه قفله، ليه فتحه وليه قفله. فيديو وسلاش فيديو. التاج ده زي بالظبط الايمج. كنا علشان نعرض ايمج، عشان اعرض صورة في الموقع، كنت محتاج ابقى عارف مسار الصورة دي فين. برضو نفس الكلام، انت عايز تعرض فيديو، فلازم ابقى محدد مسار ملف الفيديو اللي انا عايز اعرضه ده فين. طيب، لحد كده انا بس مجرد الفيديو ده، مجرد التاج اللي اسمه فيديو، انا بفهم البراوزر خلي بالك في الجزئية دي من الموقع هعرض الفيديو. فطبيعي ان يبقى السؤال، طب هو فين بقى مسار الفيديو اللي انت عايزني ان انا اعرضه لك كبراوزر؟ علشان احط المسار بتاع الفيديو بفتح تاج اسمه source. تاج اسمه source. التاج ده بياخد تو اتريبيوت مهمين جدا جدا جدا. الاتريبيوت الاولاني اسمه src، يساوي، هنا بحط مسار ملف الفيديو بتاعي، وده الاتريبيوت الاول. الاتريبيوت التاني اسمه type، والتايب ده بكتب فيه كلمة ثابتة. الكلمة دي اسمها فيديو سلاش، وجنب السلاش هنا هكتب الاكستنشن او الامتداد بتاع ملف الفيديو ده. ايه الاكستنشن المتاحة للبراوزر ان هو يعرض لك ملف الفيديو؟ اول اكستنشن مشهور جدا عندنا اسمه MP4. لو انت عايز تعرض ملف فيديو، في اكستنشن تانية زي اكستنشن اسمه OGG، وفي اكستنشن اسمه WebM. طبعا خليك وانت بتعرض فيديو في الموقع، خليك دايما في الاكستنشن او الامتداد اللي اسمه MP4. بلاش OGG WebM، لان مش كل البراوزر بتدعمها. يعني هتلاقي جوجل كروم بيدعمه، هتيجي تعرض الفيديو بتاعك مثلا في فايرفوكس تلاقيه ما بيتعرضش. فخلينا في الاكستنشن او الامتداد اللي كل البراوزرز بتدعمه، اللي هو الام بي 4. يبقى انا اول حاجه بالراحه كده نعيد الكلام. تاج فيديو، جوه تاج الفيديو ده في تاج اسمه سورس. اس ار سي الاتريبيوت الاولاني في سورس، بحط هنا مسار ملف الفيديو، وتايب بكتب كلمه ثابته في التايب دي وهي فيديو سلاش، بعد كده اكستنشن او الامتداد بتاع ملف الفيديو بتاعي. تعالوا نجرب كده بسرعه. احنا هنروح على صفحه الاندكس بتاعتنا، ونروح نقول له اهو تاج فيديو. ادي الفتحه وادي القفله. عندي هنا تاج اسمه source src source، بعد كده src يساوي، هنحط هنا المسار، وقلنا هنا عندي type يساوي، وهنا هحط فيديو سلاش الامتداد. طيب تعالوا نشوف الاول مسار الفيديو بتاعنا فين. احنا بنكتب هنا في فايل الاندكس. طيب فين فايل الاندكس؟ ادي فايل الاندكس بتاعي اهو. فين الفيديو اللي انت عايز تعرضه؟ الفيديو موجود جوه فولدر اسمه فيديوز. انا حطيت فيديو اهو جوه الفولدر اللي اسمه فيديوز. يبقى انا عشان اتحرك من صفحه الاندكس واوصل للفيديو ده لازم اخش جوه الفولدر اللي اسمه فيديوز، وبالتالي يبقى انا هاجي في السورس هنا واقول له فيديوز سلاش. طيب دخلنا جوه الفولدر الخاص بفيديوز. ادي الفولدر بتاعي اهو. الفيديو موجود ولا جوه فولدر تاني؟ لا، الفيديو موجود. يبقى هاخد اسمه وامتداده. اسمه موف، اللي اختصار لكلمه موفي يعني دوت ام بي 4. رحت انا قايل له اهو موف دوت ام بي 4.
يبقى انا كده حطيت السورس بتاع ملف الفيديو ده، باين من اسم الفيديو ان الامتداد بتاعه mp4. يبقى انا هاجي في التايب هنا اقول له تايب فيديو سلاش mp4. خلي بالك من حته في غايه الاهميه لان الناس بتغلط فيها. فيديوز دي مش كيورد او مش كلمه ال HTML فاهماها، ده اسم الفيديو، اسم الفولدر اللي انت مسميه. سميه اكس، سميه واي، سميه فيديو، سميه زي ما تسميه. انا سميته زي ما بنقول ايمجز، صور، فحطيت الفيديوهات في فولدر سميته فيديوز. فده اسم الفولدر ملوش علاقه بال HTML. سمي ده زي ما تسميه، ده مسار، ملف انا اللي مخترعه، انا اللي كاتبه. فيبقى انا بقول له source videos سلاش اسم الفيديو وامتداده. تايب بقى، التايب دي هي دي الكلمه الثابته، هي دي الكلمه الثابته، الكيورد او الكلمه اللي ال HTML بيتعرف عليها. تايب يساوي فيديو سلاش mp4. طيب تعالوا نعمل سيف ونروح على البراوزر ونشوف ايه اللي هيحصل. نعمل ريفرش، انزل كده تحت، ادي الفيديو بتاعي اهو، بس الفيديو مش راضي يشتغل. طيب خلينا نتفق اتفاق. هو انت دلوقتي لو عندك اي فيديو على الكمبيوتر بتاعك، اول حاجه لما بقول لك شغل الفيديو تقول لي اه هتشغل الفيديو ده على ايه؟ هتشغله على الميديا بلاير، ولا هتشغله على برنامج VLC، ولا هتشغله على برنامج ايه بالظبط؟ اي برنامج بيدعم ان هو يشغل الفيديو ده. فانت دلوقتي محتاج انك تحط، هو قبل ما اقول الجمله دي، هو انت اصلا بتشغل البرنامج ليه؟ انت بتشغل البرنامج عشان تكنترول الفيديو، تشغل، توقف، تعلي الصوت، توطي الصوت، تعمل كل ده. فانا محتاج برضو في ال HTML محتاج اظهر هنا كنترول، محتاج يبقى في لوحه تحكم تشغل الفيديو، توقف الفيديو، تعلي الصوت، توطي الصوت، تكبر الصوره، تصغر الصوره. الكنترولز دي اعملها ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. كل اللي انت محتاج تعمله تيجي جنب التاج اللي اسمه فيديوز وتقول له كنترولز يساوي كنترولز. يبقى انا هقول له كده كنترولز يساوي كنترولز. يبقى انا قلت له اظهر لي لوحة التحكم الخاصة بالفيديو. اعمل سيف، ارجع اعمل ريفرش تاني، الاقي ادي الكنترولز اهي اتحطت، وبالتالي اقدر اشغل الفيديو زي ما انتم شايفين كده، اقدر اعلي واوطي الصوت براحتي، اقدر ان انا اكبر شكل الفيديو بتاعي، اقدر ان انا اصغر شكل الفيديو بتاعي، اقدم اخر، اعمل كل اللي انا عايزه. يبقى تاني كده، اول حاجه بحط فيديوز، بعد كده كنترولز عشان اظهر لوحه التحكم في الفيديو اللي انا بتحكم فيها ازاي اشغل الفيديو، ازاي اوقف الفيديو، اعلي الصوت، اوطي الصوت، اكبر الصوره، اصغر الصوره. يبقى ده كله موجود جوه تاج فيديوز، جوه الاتريبيوت اللي اسمه كنترولز. جوه تاج فيديو في برضو تاج مهم جدا اسمه سورس. سورس ده بياخد اتنين اتريبيوت مهمين، src بحط فيه مسار ملف الفيديو، والتايب بكتب فيها كلمه ثابته وهي فيديو سلاش الامتداد بتاع الفيديو. فطالما الامتداد هنا mp4 هكتب هنا فيديو سلاش mp4. التاج اللي اسمه فيديو ده تاج HTML5. فالتاج ده هيشتغل عند البراوزرز اللي بتدعم ال HTML5 اللي هي البراوزر الحديثه. طب افرض ان الجهاز بتاعي قديم والبراوزر اللي فيه قديم، مش هيدعم التاج ده. طب ما هو كده اليوزر مش هيشوف حاجه في الموقع، يعني في حاجه هو مش فاهمها، انا المفروض ظاهر له حاجه جوه الموقع وهو مش فاهمها، مش شغاله عنده. فاكرين لما كنا بنتكلم على الايمج وكنا بنقول في تاج الايمج في اتريبيوت مهم اسمه alt اللي هو الالترناتيف، اللي كنا بنحط فيه رساله بديله في حاله ان الصوره ما ظهرتش. برضه في الفيديو عايز احط رساله في حاله ان الفيديو ده مش بيدعمه البراوزر، البراوزر ده مش بيشغله. طب احط الرساله دي فين؟ بعد السورس مباشره. خلي بالك ان السورس تاج ملهوش قفله لانه ما بيحتويش على حاجه، ده كل اللي بيتحط فيه مسار الفيديو، زي تاج ايمج كده ما بيحتويش على حاجه، كل اللي كان بيحتويه هو المسار بتاع الصورة. هنا برضو سورس بيحتوي المسار بتاع الفيديو فقط، فلذلك هو ملوش قفلة. طيب فيديو هحط جواه تاج السورس، وهحط هنا المسج اللي انا عايزها، الرسالة اللي هتظهر امتى؟ هتظهر في حالة ان البراوزر مش بيدعم ال HTML5. يبقى ممكن اقول له مثلا هنا رسالة your browser does مثلا does not support HTML5 مثلا، اي رساله انت عايزها. وبالتالي هنا بس نصلح الكلمه your browser does not support HTML5. وبالتالي الرساله دي
امتى هتظهر؟ في حالة ان البراوزر اللي كان شغال قديم ما بيدعمش HTML version 5، وبالتالي الرسالة دي هتظهر في حالة ان البراوزر مش بيدعم HTML version 5 او الاصدار رقم 5. يبقى انا كده النهاردة قدرت ان انا اتعلم ازاي ان انا ممكن في الموقع بتاعي اعرض الفيديو. بكده نكون انتهينا النهارده من السيشن بتاعتنا، سيشن سهله وبسيطه، اتمنى كل الناس تكون استوعبتها. طبعا لو عندك اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. ما تنسوش تدعموا القناه بلايك وشير وسبسكرايب عشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين اللي حابين ان هم يستفادوا بالدبلومه دي. كنت انا معاكم امير فاروق من محتوى الويب دبلومة، وشكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.